هذا من أجمل كتب التفسير التي رأيت، يجمع بين الاختصار والابتكار وجمال الأسلوب. تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله. وقصة تأليف هذا الكتاب أن الشيخ ألف كتابه الشهير المعروف تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ولكن تعذرت طباعته، لم تتيسر طباعته في ذلك الوقت لأنه كان كتابا كبيرا. فنصحه بعضهم، وما أجمل النصائح، فكم من نصيحة أو إشارة أو رأي كان من نتيجتها عمل عظيم. فكان هذا الكتاب الذي هو خلاصة تفسير القرآن. وطريقة هذا الكتاب مختلفة عن كتب التفسير الأخرى. فالعادة أن كتب التفسير تفسر الآيات آية آية بالترتيب، لكن الشيخ ترتيبه موضوعي، ترتيبه بحسب الأبواب. فمثلا هنا علوم التوحيد والعقائد والأصول، يجمع الآيات في هذا الباب من مجموع القرآن وليس من جزء معين، ويفسرها بتفسير جميل مختصر. وذكر أيضا آيات الأحكام، الصيام، الصلاة، الحج وغيرها، وكذلك قصص الأنبياء. وفي آخر الكتاب وضع فوائد منثورة جميلة جدا في القرآن، فوائد منثورة ليس لها عنوان معين. والكتاب مجلد في 350 صفحة، مناسب لجميع الناس.